خلاص لقيت الراجل المناسب وفي بينكم مشاعر، بس كل مرة بتيجي في لحظة تكتشفي فيها جانب بخيل. مش بخل في الفلوس وبس، إنما بخل في العطاء كمان، في التقدير، في المشاعر. وأكيد وقتها بتقولي لنفسك أكمل ولا انسحب قبل ما أتعلق أكتر. بص يا ست الكل، بصي يا ست البنات، وانت يا محترم خد بالك، البخل مش دايما بيبان في اول يوم، لان الراجل البخيل في البداية بيكون لابس قناع، والقناع ده قناع الاهتمام. بس طبيعي جدا ان مع الوقت القناع ده بيقع وبتبتدي تشوفي الحقيقة. والبخل مش دايما يكون مادي، اوقات بيبقى بخل عاطفي او سلوكي. يعني اوقات تلاقيه بيحسب كل حاجة بيعملها، بيفكرك بكل حاجة دفعها، ويخليك تحسي انك دايما مدانة. لكن الاهم من البخل نفسه هو طريقة تعاملك معاه. اول ما تكتشفي، اول حاجة لازم تفهميها، لو الراجل بخيل بطبعه ما تنسيش المعجزة دي، انك عرفتي، وما تاخديش موقف او تقولي يمكن يتغير علشان، لان البخل ببساطة مش سلوك عابر، ده نظرة للحياة. لانه هو ببساطة شايف ان العطاء خطر، وان الخسارة وجع، حتى لو كانت الخسارة دي في المشاعر او مواقف بسيطة. لكن قبل ما تاخدي القرار شوفي نوع البخل، هل علشان ظروف مؤقتة ولا شخصية ثابتة؟ ولو كانت علشان ظروف مؤقتة وهتعدي، ممكن تتفاهموا مع بعض بحكمة وعقل. انما لو بيبرر بخله طول الوقت ويقلل من احتياجاتك، يبقى لازم تقفي وتقيمي العلاقة من اول وجديد. اعملي كده اختبار بسيط لنفسك لما تتكلمي معاه عن اللي مضايقك، هل بيسمعك ويحاول يفهم، ولا بيدافع عن نفسه وبيحسسك بانك انت انانية؟ ولو دايما بيهرب من الكلام او بيحاول كل نقاش لحسابات، ده بقى هنا اقولك مؤشر مش لطيف. لان البخل العاطفي والمادي مش بيختفي ابدا مع الوقت، وممكن يهدى شوية في الاول في بداية العلاقة، انما لما يحصل ارتباط رسمي هيظهر وبكل قوته. اعرفي كمان اللي مش هيقدر يدي النهارده مش هيعرف يدي بكره، واللي بيبخل عليكي بكلمه بكره يبخل عليكي بدعم وقت ما تكوني محتاجاله، وبعد كده في وجوده شخصيا. فمش كل راجل يقلل المصاريف يكون بخيل، خدي بالك. لكن الراجل اللي بيقلل في المشاعر والاهتمام والعطاء، يبقى لازم هنا تقفي وتسألي قلبك وعقلك، هل انا مستعد اعيش حياة ناقص عطاء ولا لا؟ لان البخل الحقيقي مش في الجيب وبس، البخل الحقيقي في القلب كمان. قولوا لي رأيكم.